بعد اذن الكونتنت الرمضاني تعالوا ما اقول لكم انا غرقانه لشوشتي في مذاكره ايه. اليومين دول انا بذاكر التحاليل اللي بتقرا الجينات، النكست جنريشن سيكونسنج. الورقه دي انا طبعتها من التقرير اللي بطلبه للعيانين بتوعي، علشان اخدت وقت كتير قوي على ما اركب الصوره دي كلها على بعض. كل كلاستر، كل مجموعه من الجينات بتتحكم في ايه وازاي هي بتسمع على بعضها. سيبكم من الصوره المعقده، الهدف منها حاجه اني اقول انه دلوقتي بقى عندنا ومتاح ان احنا ندخل جوه الخليه ونقرا الدي ان ايه. لكن قبل ما نقول التفاصيل العلميه بتاع الكلام ده، في حاجات مهمه قوي. تحاليل النكست جنريشن سيكونسنج بتتقاس مره واحده في العمر. ندخل جوه الدي ان ايه وبتقنيه حديثه نقدر نقرا عدد كبير جدا من الجينات علشان نعرف الجينوتايب بتاعك، يعني الخريطه الجينيه اللي انت مولود بيها، ونحطها جنب حاجه اسمها الفينوتايب بتاعك. انت ظهر عليك ايه؟ كل ده جنب فكره انت عايش ازاي وعرضه لايه وبتعاني من ايه دلوقتي. علشان كده التحليل ده لوحده هو له قيمه الصراحه، بس قيمته الحقيقيه لما تتاخد كلها على بعضها. المعلومات في الموضوع ده تقيله جدا ومعقده جدا، ولكن آن الأوان إن احنا نبسطها. ليه؟ لأن هو ده المستقبل. كل واحد لازم في يوم من الأيام هيبقى زي ما عنده بطاقة أو باسبور، لازم يبقى عارف جيناته، ولازم الدكتور يبقى عارف الجينات اللي بيتعامل معاها. الطب الدقيق، الطب الشخصي، سموها زي ما تسموها. يمكن لغاية دلوقتي التحليل غالي ومش متاح لكل الناس، لكن العلم لازم يكون متاح لكل الناس. بتشرف ان انا في عندي دكاتره بتتابعني، علشان كده انا بحاول ابسط المعلومات في هذه الاكونت. عشان كده عملت سلسلة جديدة اسمها حكايات الجينات، علشان ناخد الموضوع ده سنة سنة كده ونفصفصه ونذاكره مع بعض. بس قبل ما ندخل في التفاصيل العلمية بتاعة حكايات الجينات، لازم أقول إن التحليل ده مسؤولية على المريض وعلى الطبيب. على المريض إزاي؟ أنت بتعمل تحليل جيناتك ليه؟ عايز تعرفها ليه؟ عشان تتخض وتقول أنا عرضة للمرض الفلاني، ولا أنت عندك مسؤولية التغيير، عندك التزام تجاه نفسك انك تغير الحاجات الغلط اللي فيك؟ لو ما عندكش ما تعملوش. وانت ايها الطبيب، انت هتاخد الريبورت وتديله للعيان كده وخلاص، ولا هتعمل له ديب اناليسيس، تحليل عميق، وتربطه بكل حاجة في حياة المريض، كل حاجة هو بيشتكي بيها وكل حاجة ممكن تفيده وكل بروتوكول انت عايز تعمله له. موضوع مسؤوليه كبيره قوي ومحتاج مذاكره كبيره قوي. عشان كده زي ما قلت لكم غرقانه لشوشتي، زي ما انتم شايفين كده الموضوع معقد جدا جدا جدا. مين اللي يستفيد من التحليل ده؟ شخص عنده تاريخ عائلي قوي لامراض رزله، امراض كل ما بنلحقها بدري كل ما بيكون احسن. شخص عنده اعراض مش مفهومه وتحاليله كويسه، فبنحتاج ندج ديب، ندخل اعمق ونشوف الموضوع من تحت اخباره ايه. شخص مهتم بصحته وعايز يقيها من الأمراض، شخص عايز يفهم جسمه بعمق. وبالتالي أي شخص ممكن يكون كانديديت للتحليل ده، بس بشرط واحد بس، يكون عنده مسؤولية والتزام التغيير. لو مش هتتغير، لو مش هتاخد الخطة دي وتنفذها عشان تحمي نفسك من الأمراض، يبقى ما تعملوش أحسن. وأخيرا عشان الفيديو ده طول، الجينات مش قدر، ولكن هو كتاب بيورينا الباثواي او الطرق اللي هنمشي فيها لو ما اتغيرناش، والطرق التانية الألطف بكتير جدا اللي ممكن نمشي فيها لو اتغيرنا، واحنا محتاجين نتغير ازاي. استنوني في السلسلة الجديدة حكايات الجينات، ويعطيكم